فترة اللي اتحجبت فيها بنتك بعد ما مثلت 7 جار، كان ايه احساسك وقتها وهي بتقولك انا مش عايزه امثل تاني وعايزه اتحجب؟ هي جت وهي ثالثه اعدادي قالت لي مامي انا عايزه اتحجب. قلت لها انت ما بتصليش، يعني هتتحجبي ازاي وانت لسه ما بتصليش؟ قلت لها خلاص صلي لمده اسبوع ال5 فروض وساعتها هتحجبي. قالت لي لا ما انا لما هلبس الطرحه ربنا يهديني. قلت لها لا، اعملي الاساسيات بتاعت دينك الاول وبعدين كمليها، اعملي اجتهدي وكل مره هتعملي حاجه احسن لربنا او اكتر حاجه تعمليها مع ربنا، يعني ربنا هيكرمك جدا. فجت قررت انها في ثانويه عامه انا هتحجب تمام، ودي مسؤوليه ومسؤوليه في اللبس ومسؤوليه في حاجات كتير. طبعا انا وهي كان عيد ميلادها ال20 نزلت لها امورتي الحلوه كبرت ب 20 سنه، شتمت جامد جدا جدا جدا. ان انا تعرضتي لهجوم جامد بعد ما اتصورتي معاها جدا. ده على صفحتي، انت عامله فيديو لبنتك على صفحتك بتقولي لها كل سنه وانت طيبه. هجوم بشع. شفتي ازاي وتصرفتي ازاي على الهجوم ده؟ والله ساعتها يعني اتضايقت طبعا جدا. والله يرحمه وائل الابراشي عملنا مداخله انا وسلمى، هي ساعتها جت ناس كتير جدا تكلمني عشان اطلع معاهم ونتكلم في الموضوع. هي ما كانتش عايزه لحد بس قالت لي انا موافقه على وائل الابراشي، فكلمته في المداخله وقالت له انا مامي اللي علمتني احب ربنا وعلمتني اصلي وعلمتني اصوم، فهي حره انها تبقى هي تحب ربنا او تعبده بالطريقه اللي هي عايزاها، وانا بحب ربنا وبعبده بالطريقه اللي انا عايزاها. فده ما يقللش في قيمه امي ولا يزود فيا ان انا اعظم من امي يعني.